مباشرة على الهواء وإلى إدارة فريق الجيش الملكي أيضا، عليكم أن تنتبهوا كثيرا إلى اللاعبين، لأن الأساس لنجاح أي فريق أيضا من اللاعبين، خاصة على مستوى الانضباط وعلى مستوى الالتزام، ليس فقط داخل رقعة الملعب ولكن أيضا حتى في حياتهم الشخصية. وبالتالي أن لابد من الانتباه إلى هذا الأمر، أن المزيد من الصرامة، المزيد من الضبط، خاصة مع بعض اللاعبين. فيما يخص حسين، أنا أعتقد أيضا أنهم تأخروا في إقالة المدرب. صحيح أنه قام بعمل كبير هذا العام، وصحيح أنه حقق أيضا مسارا موفقا على جميع الواجهات في هذا العام، ولكن في الأخير حينما خانته النتائج كان لابد من التغيير. أعتقد أن اللجوء إلى حسين عموتة، أنا أعتقد شخصيا أن حسين عموتة لن يستمر مع فريق الجيش الملكي ما عدا هذه اللقاءات، لأن ما أعرفه وما حسب المصادر الخاصة أن له عرضا رسميا مغريا أيضا من إحدى الفروق الكبيرة أيضا بقطر الشقيقة. واعتقد ان الاستعانه بحسين عموته في هذه المرحله، انا اعتقد انها فيها اساءه الى حسين عموته. انا لا اتفق معه، لم اتفق معه في العوده الى الوداد، ولكن ايضا لم اتفق معه ايضا حتى في التعاقد مع فريق الجيش الملكي ل4 لقاءات او 5 لقاءات. حسين عموته اكبر من ذلك، حسين عموته من اكبر المتوجين، حسين عموته بشخصيه، بكاريزما، بمستوى ثقافي كبير. انا اعتقد انه غير مقبول منه نهائيا ان يضحي بنفسه وان يضحي بتاريخه وأن يضحي بمصاريه في مثل هذه اللقاءات مهما كانت الظروف، مهما كانت الأسباب. أنا شخصيا لست متفق مع حسين عموته، وبالتالي أنا أقول لإدارة الجيش الملكي أن من الآن عليها أن تعرف بأن حسين عموته له ارتباط، وتعرف بأن حسين عموته سيقود فقط اللقاء المتبقية في البطولة الوطنية. ولكن أقول لحسين عموته عليك أن تنتبه لنفسك، عليك أن تنتبه لنفسك. هذه نصيحة من أخ كبير إليك، من إنسان يحبك، من إنسان يدافع عنك. فمثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على مسارك. كل التوفيق لفريق الجيش الملكي وباقي الفرق الوطنية. نعرف حسين عموتة، كلنا ثقة في حسين عموتة، نعرف قيمة هذا المدرب سواء في قطر أو في المغرب، ولكن فيه مجازفة كبيرة باعتبار الجيش الملكي الحقيقة مردوده تراجع في الفترة الأخيرة، والجيش الملكي على بعد نقطة وحيدة من الوداد، والوداد نعرف قيمة هذا الفريق خاصة لما يعود من بعيد. على كل نتمنى التوفيق لكل الأطر العربية والمغربية بالأساس، وخاصة حسين عموتة. على كل نشاهد الآن